السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احنا متابعين في منوعات محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا كريم يا رب. اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. ده نوريكم الفانوس اللي انا كنت عاملاه الاول في الشورتز قبل كده. عجب المس بتاع محمد والاطفال هناك. فجه محمد امبارح قال يا ماما انا عايز اعمل كل واحد من اصحابي فانوس، تعملي لي واحد، يعني كل واحد من اصحابه فانوس زي دوت، علشان هم عجبهم قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فانا رحت لما شفت الازاز اللي كانت عندنا في البدروم، بعض الازاز زي ما انتوا شايفين، ودوت كان فبر ولا مش عارفه بلاستيك ولا ايه، معمول بالسور والبوابات. فانا جبته وعملت منه دوت. دي اختي شافته اللي انا كنت عاملاه قبل كده، اهوت. بس انا ما لقيتش حاجه اعملها، فشافته قالت لي اعملي لي واحد زيه. فانا ما لقيتش كرتونه تانية مدوره دي، فعملته بالبتاع بس. وعملت لاصحاب محمد، هو خد 2 النهارده لاصحابه، منهم 2 مسيحيين من صحابه. قال لي يا ماما انا عايزه ادي لكل واحد، لابراهيم ومارك فانوس. فهو خدهم النهارده. وكل سنه وانتم طيبين. دي فكره بسيطه تعملي بها فانوس علشان تفرحي بيها اي طفل، حاجه بسيطه ومش هتكلفك حاجه. انا زي ما قلت لكم الفوم ده كان عندي من الترم الاولاني، كنت عامله بيه اللهم صل على سيدنا محمد الانشطه بتاعت محمد. فمفاد منه حتت كده، فبقيت اقصها واعمل منها. والازازه تقصها عادي. عايزه تعملها بالمقص او بسكينه عندك تكون قديمه، تعملها على النار وتعمليها كده. ويعني حاجه بسيطه جدا، بس فرحت الاولاد جدا النهارده لما خد لهم البتاع. بقوا مش مصدقين، يقولوا الفانوس ده بتاعي. ما كانوش مصدقين خالص ان عامله لهم فوانيس. يعني حاجه بسيطه بتفرح الاولاد. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. واللهم ارفع البلاء والغلاء عنا يا رب العالمين، واشفي كل مريض واهد كل عاصي، ويصلح حال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا كريم. وزي ما قلت لكم حاجه بسيطه تفرحوا بها الاولاد، والله ما هتكلفك اي حاجه. يعني هنا دوت انا كان عندي بتاعت علبه حلويات، اللي هي الحلويات الشرقيه ديت، وعليها البتاع اللي بيلمع ده. فانا قصيت منه وعملت منه واحد اهوت. يعني اي حاجه تزيني بها الفانوس مش هيقولك لا. ده حتى عند البنات قالوا يا ماما نعمل كميه ونعلقها في الجنينه من قدام مع افرع النور اللي جايبينها. فقلت لهم ان شاء الله. وزي ما قلت لكم حاجه بسيطه. وكل سنه وانتم طيبين. فرحوا اولادكم باي حاجه، مش لازم ان انت تكلفي ولا تروحي تجيبي فانوس غالي ولا بتاع. انا وريتكم الفوانيس اللي خالته كانت عاملاها له، كل سنه كانت بتعمل له فانوس. بس والله اللي حسب الفرحه بفرحته بالفانوس اللي انا عملته وديته للمس المره اللي فاتت، واللي انا عملته لزمايله اكتر من ان انت تشتري الحاجه. مش عارفه ليه الاطفال دايما بتفرح بالحاجه اللي بتتعمل قدامها وهما بيساعدوك فيها. هو ما كانش بيساعدني، وكان بينقطني طبعا. اللي انا اقصقصه كان بياخده يلعب بيه. فيعني الحمد لله.
وكل سنة وانتم طيبين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.